Failure is a part of the process to becoming successful. It's the only way to learn. You have to fail. You will never succeed more than you fail. That's not how it works, because failure is a wonderful teacher. Every time you fail, you're one step closer. مرحبا أصدقائي، يعطيكم العافية. بعد ما انتهينا من الدرس الأول واللي هو طبيعة الأعداد، رح ندخل على الدرس الثاني واللي هو القواسم المشتركة لعددين صحيحين. أول شيء بدنا نتعرف شو يعني قاسم. قبل ما نتعرف على القواسم المشتركة، شو يعني قاسم؟ أكيد في منكم حدا بيعرفه، بس مثل ما اتفقنا بدنا نحاول نراجع أفكار قديمة مشان نراعي كافة المستويات. فأنا لما أقول إنه عدد K قاسم للعدد A، شو يعني العدد K قاسم للعدد A؟ قال بكل بساطة يعني لما اجي اقول A على K حيكون هو عبارة عن عدد صحيح. A على K حيكون بيساوي عدد صحيح. شو يعني؟ يعني أنا لما أقول العدد K، أنا أخذ مثال العدد 4 قاسم للعدد 24، فهالشي يعني إنه 24 اللي هو A على، طبعا الرموز يعني ما لها مهمة، فيكن ترمزوا أي رموز بدكم إياها. 24 على 4 بيساوي 6، فالستة هو مثل ما بنعرف عدد صحيح. شو يعني عدد صحيح؟ يعني موجب أو سالب لا يحتوي على فاصلة عشرية. تمام؟ هناخد أمثلة تانية. مثلا العدد 6 هو قاسم للعدد 18، يعني بكل بساطة 18 على 6 بيساوي 3، والثلاثة أيضا عدد صحيح. فمتى ما طلع الناتج عندي عدد صحيح، فعندئذ نقول أن هذا العدد هو قاسم لذاك العدد، يعني العدد 6 قاسم للعدد 18. طيب يا ترى فيني أقول إنه العدد 4، هي نكتب قبلها هل العدد 4 قاسم للعدد 18؟ بيجي باخذ 18 تقسيم 4، مثل ما بنعرف وتنقسم تقسيم عادي حيطلع معنا 4.5. فال4.5 متى ما طلع أنا عندي فاصلة معناها هذا ليس بعدد صحيح. تمام؟ فإذا ليس عدد صحيح معناها بيكون الجواب العدد 4 ليس قاسما للعدد 18. العدد 4 ليس قاسم للعدد 18. مثلا العدد 4 ليس قاسم لل10، العدد 4 ليس قاسم لل9، لأنه 9 تقسيم 4 هيطلع 2.25، 2.25 مو عدد صحيح، إلى آخره. عندنا ملاحظة أيضا مهمة، إنه لكل عدد طبيعي ما عدا العدد 1. شو يعني لكل عدد طبيعي؟ عدد طبيعي هي الأعداد الموجبة فقط واللي ما فيها فواصل، 1 2 3 4 إلى آخره. بس شو عم يقلنا؟ ما عدا العدد 1، يعني كل الأعداد الطبيعية ما عدا العدد 1 لها قاسمان طبيعيان على الأقل. لها قاسمان طبيعيان على الأقل، يعني أقل شيء أنا في عندي قاسمين، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 5 6 إلى آخره، بس أقل شيء عندي 2. ما بصير يكون عندي 1 متى ما كان هو اسمه عدد طبيعي ما عدا ال1، فإجباري في له قاسمين طبيعيين على الأقل يلي هن العدد 1 والعدد نفسه. طيب شو يعني هالكلام؟ إنه نحن
أخذنا مثلا العدد 17. عدد 17 هو مثل ما بنعرف عدد أولي، يعني يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط، لأنه أنا بجدول الضرب كله ما عندي 17. مثل ما بتعرفوا عم نحاول نفصل، يعني نشرح مثل ما بيقولوا بتفصيل ممل. فأنا متى ما كان اسمه عدد طبيعي، يعني موجب، يعني ما فيه فاصلة، فإجباري في له قاسمين، يعني يقبل القسمة على عددين. 17 بيساوي 1، 17 تقسيم 1 17. فهذا اللي نحن عم نحكي عنه، إنه لهما قاسمان طبيعيان على الأقل، العدد 1 والعدد نفسه يلي هو أنا أخذت مثال 17. طيب ليش نحن هون استثنينا العدد 1؟ نحن هون قلنا ما عدا العدد 1، لأنه العدد 1 لو قلنا أنه له قاسمان على الأقل العدد 1 والعدد نفسه، فهو نفسه، يعني سواء كان عدد 1 ولا العدد نفسه اللي هو 1، فبكل بساطة هو نفسه العدد 1. فالواحد له قاسم وحيد يلي هو 1 نفسه. طيب هلا حننتقل على الفقرة اللي بعدها، اللي هي القواسم المشتركة لعددين طبيعيين. القواسم المشتركة لعددين طبيعيين. هي بكل بساطة لما أقول إنه K، طبعا الرموز بس فيكم ترمزوا اللي بدكم إياه A B C D إلى آخره، بس نحن عم ناخد كمثال لما نقول إنه K قاسم مشترك للعددين، هلا حنشرح كل شيء، للعددين A و B، قال يعني K قاسم لكل واحد بيناتهم. تمام؟ K قاسم مشترك. شو يعني مشترك؟ يعني K يقسم كل من A و B. ناخذ مثال شفهي على السريع، انه مثلا 12 و 16 في لهم قاسم مشترك اللي هو الأربعة مثلا، ف 12 تقسيم 4 حيكون عدد صحيح اللي هو 3، 16 تقسيم 4 حيكون عدد صحيح واللي هو 4. هلا حناخذ مثال ونفصل بالموضوع أكثر. مثلا مثل ما حكينا مثال، حناخذ مثال آخر 24 و 18، فهدول إلهم قاسم مشترك اللي هو الستة. ف24 تقسيم 6 بيساوي 4، بحيث 4 ب6 24، و18 تقسيم 6 واللي هي 3، بحيث 3 ب6 18. معناها أنا هون باستطاعتي إني أقول، فعندها نقول أن 6 هو قاسم مشترك للعددين 18 و 24. نقول أن 6 قاسم مشترك للعددين 18 و 24. طيب هلا حناخد سوا فكرة جديدة، واللي هي العددان الأوليان فيما بينهما. فالعددان الأوليان فيما بينهما إذا بدنا نجي نعرفهم، يعني مو كل واحد أولي، انتبهوا، يعني ممكن يكون كل واحد منهم غير أولي، بس أوليين بيناتهم. شو يعني أوليين بيناتهم؟ يعني العدد 1 هو قاسم مشترك وحيد لهما. نقول عن عددان أو أنهما أوليان فيما بينهما إذا كان العدد 1 قاسم مشترك وحيد لهما. تعال ناخذ مثال على السريع. 39 مثلا و55 مثال موجود عندنا بالكتاب. 39 و55، إذا أنا قعدت أتذكر قواسم العدد 39 قعد اكتبهم، يعني 39 يقبل القسمة على شو؟ 39 يقبل القسمة على مين؟ فإذا بلاحظ أنا أنه 39 يقبل القسمة
بنجرب، نبدأ بواحد، أكيد واحد بيقبل قسمة، فبيطلع الجواب 39. هي الطريقة هيك، إنه كل ما تحطوا رقم حطوا ناتجه هنيك. الاثنين طبعا لا، لأنه آحاده ليس عدد زوجي. الثلاثة أكيد، لأنه 9 و3 مثل ما بنعرف 12، فإذا كانت مجموع أعداده من مضاعفات الثلاثة فيقبل القسمة على 3. 39 على 3 نعرف الجواب 13. طيب 4 لا، قسموا فبيطلع الجواب في فواصل. 5 لا، 6 لا، إلى آخره. فهدول فقط هن القواسم للعدد. طبعا احنا بنتم نجرب 3، بنتم نجرب من عند 3 لعند 13، فما حيطلع عندي ولا عدد يقبل القسمة. مثل ما بنعرف بنقسم بشكل عادي، أو جدول الضرب بيكون واضح. نبدأ من الواحد بال55. الاثنين أكيد لا، 3 لا، 4 أيضا لا، الخمسة طبعا لأنه آحاده 0 أو 5، فآحاده 5. الجواب شو حيكون عندي؟ 11. وعندي طبعا العدد نفسه واللي هو 55. كمل 6 لا، 7 لا، 8 لا، 9 لا، 10 لا، 11. 11 لا أو 11 إيه عفوا. فمتى ما وصلت لعند رقم موجود عندي أنا هون بوقف، ما عاد بكمل 12 13 لا. وفروا على حالكم وخليكم عم تجربوا لعند ما يوصل لعند رقم موجود عندكم يا هون. فيا ترى أنا في عندي قواسم مشتركة؟ إيه عندي الواحد. يا لطيف، شو يعني إذا الواحد؟ إذا الواحد فهن الأوليان فيما بينهما، في غير الواحد لا. معناها إذا كان الواحد هو قاسم مشترك وحيد لهما فنقول عن 39 و 55 إنهن أوليان فيما بينهما. أتمنى يكون الموضوع واضح. طيب ناخذ مثال آخر. مثلا في حال إن 33 و 11، يا ترى هدول عددين أوليين فيما بينهما ولا لا؟ لنشوف. نبدأ من الواحد. الجواب 33. عم نقسم نحن هون، عم نطلع الأعداد التي تقبل القسمة على 33. عدنا نجرب. واحد طلع معنا الجواب 33. 2 أكيد لا. 3 أكيد إيه، لأنه مجموع أرقام من مضاعفات الثلاثة. ف 33 تقسيم 3 حيطلع الجواب 11. 4 لا، 5 لا، 6 لا، 7 8 9 10 11. وصلنا لل 11 اللي هو الجواب 3. طيب ال 11 ما بنعرف غير عنا واحد والرقم نفسه اللي هو 11. فأنا متى ما طلع عندي شيء مشترك غير الواحد، إذا الواحد فقط فهن الأوليان فيما بينهما، عدد واحد قاسم مشترك وحيد لهما. أما إذا طلع عندي عدد تاني غير الواحد معناها هدول شو بنسميهم؟ ليسا أوليان فيما بينهما، يعني هدول مو أوليين فيما بينهما. أتمنى تكون الفكرة هي واضحة. هلا حننتقل لفكرة أخيرة بالدرس أو بالفيديو هاد، واللي هو القاسم المشترك الأكبر. القاسم المشترك الأكبر يلي هو بسموه كرمز GCD. أنا عندي هون عدة طرق لإيجاد القاسم المشترك الأكبر. يعني أول شيء هو مشترك، ثاني شيء هو أكبر قاسم مشترك. رح ناخذ مثال فورا مشان نفهم. 24 و 36 مثل ما بنعرف إنه هون في قواسم كتير مشتركة، يعني في أعداد كتير تقبل القسمة على 24 وتقبل القسمة على 36. بنبلش 24 يقبل القسمة على 2، بيطلع الجواب طبعا نبدأ بواحد، بيطلع الجواب 24. بعدين 2 بيطلع الجواب 12، بعدين 3 بيطلع الجواب 8، بعدين 4 بيطلع الجواب 6. طيب 5 لا، 6 موجود. فاللي هن 1 2 3 4 6 و8 12 24. هلا 36 نبدأ بواحد حيطلع الجواب 36، الاثنين حيطلع الجواب 18، الثلاثة حيطلع الجواب 12. حنروح على الأربعة. مثل ما بنعرف 36 تقسيم 4 حيطلع معنا عدد صحيح اللي هو 9.
طيب 5 لا، حيطلع 36 تقسيم 5 حيطلع عندي فواصل. 36 تقسيم 6 طبعا 6 طبعا المفروض نحطهم بالترتيب يعني أرتب، ما في مشكلة. 7 أكيد لا. 8 أيضا لا. 9 موجودة عندي واللي هي هون. تمام. فواحد 2 3 4 6 9 و12 18 6 و3. هلا بدنا نشوف القاسم المشترك الأكبر. تعال نشوف مين هن القواسم المشتركة. المشتركين بين 36 و 18 عنا 1 و2 و3 و4. يا ترى 9 مشتركة؟ لا. 6 نعم. 8 لا. 12 نعم. 18 لا. 36 أكيد لا. 24 والستة ذكرناها. فواحد 2 3 4 6 12. مين أكبر واحد بيناتهم؟ بكل بساطة هو هذا، صار اسمه GCD اللي هو 12. طيب أنا إذا كانت الأرقام عندي إياها كبيرة أستاذ شو بدي ساوي؟ يعني ما معقول يكون في عندي مثلا يكون في عندي مثلا 526 384 مثلا. اقعد انا بدي اطلع القواسم كلها، انا اقعد بلش من الواحد واثنين وثلاثة واربعة لحتى اوصل ال 526 او رقم كبير؟ لا. نحن هون الطريقة هاي بتصير صعبة كتير، ما حيطلع معك جواب الا بعد شي يومين 3 يعني. فنحن هون بكل بساطة بدنا نلجأ لأحد الطريقتين. شو هن الطريقتين اللي حيكونوا عنوان درسنا في الفيديو القادم؟ والله يعطيكم العافية.